حبيبتي سجل شو كنت لابسه هذا المحبس بعرسني. حبيبي احمد ان شاء الله الايام طويله ويجي هذا اليوم ان شاء الله. انا تاخرت ما تنتظرني. هلا ماما. ماما وين صرتي؟ ليش تاخرتي؟ كنت يا صديقتي. ابوك حرق التليفون، لازم نسافر هسه يلا. اوكي راح اسمع مع صديقتي واجي. دقائق ما تاخرين بين ما طلع الغرض. اوكي ماما. هلا حبيبي احمد. هلا حبيبتي شو جيتي ضايجه؟ ماما قالت لي لازم نسافر بعد ما نفطر. لا يعني بعد ما نشاوف؟ والله ما ادري. على الكبر. باي باي. احمد كافي، طلعها من راسك. 24 ساعه سجل صار لك 20 سنه. ما اقدر كرار، ما اقدر. شو اسوي؟ هو شو يسوي؟ البنيه سافرت وراحت الحال سبيلها. ترجع، انا عندي امل ترجع مهند. سجل راحت بعد، لازم تبدا حياتك. اطلع من هذا المود. ما اقدر اطلع، انا منتظرها وراح انتظرها لان عندي امل ومتاكد انه هي راح ترجع. وهي هسه على الاساسيه مثل تفكيرك، هي مسافره ومرتاحه وعايشه حياتها وانت 24 ساعه تفكر بيها. كل من يقعد يجيب طاريها. في خاطرك هي راحت بعد، لازم تنسى اخوي قوم خلينا نغير مودك. كافي هاي 20 سنه شويه انسان لو مخلصنا بغير مكان همين كان نسيت. ايش معنى هاي البنيه طبعت هيجي؟ قوم الله. انا جيتك بشغله واريدك توافقني الراي. انا بنت اخوي طبعا اريد ننسى احمد ونطلع من هذا المود. وشلون بالله؟ عند بنيه طيبه صديقتي، حنخليها هي بمكان سجو بعد ما سافرت هي وعائلتها، سوت حادث وماتت. فانا رتبت ويا صديقتي طيبه راح تجي هي تاخذ دور سجو. احنا شو نقول لاحمد؟ نقول له هي هاي سجو رجعت من السفر. هو ما يدري هي متوفيه. خوش حد من هال 20 سنه شيء اكيد متغير. شيء لو هذا ما راح يعرف. الو مهند. هلا شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. كراب طيبه. شلونك؟ اهلا وسهلا. شلونك؟ خير الحمد لله. شو اخبارك؟ شنو مفهمها انت؟ لا على كل شيء، خابرتها وفهمتها على كل شيء. هي راح تاخذ دور سجو. احمد وين؟ ما راح نلتقي به؟ هسه احمد يمشي. يلا نتوكل. ضروري زين هذا احمد موجود. السلام عليكم اخوي ابو شهاب. ولع شلونك يا عمري؟ لا تقول اليوم ضايج ومكسور خاطر. اطلع من هذا الجو. اطلع كافي صار لك هواي. محضرين لك مفاجأة اليوم. يا الله.